البيهقي أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام حزينة مهمومة صاحبة كرب مكروبة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما شأنك يا امرأة؟ ما قصتك يا امرأة؟ فقالت: يا رسول الله، إن هذا الغلام غلام لي أخرس لا يتكلم. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من أنا يا غلام؟ فأنطق الله تعالى الغلام فقال: أنت رسول الله حقا. قال: من أنا يا غلام؟ قال: أنت رسول الله. قال: من أنا يا غلام؟ قال: أنت رسول الله. ثم صار هذا الغلام من أفصح خطباء العرب، ذهب عنه البكم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال: